السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم جايبت لكم شوربة جديدة على الساحة، ما اعتقد سمعتوها. شوربة الثوم الإيطالية، من أساس مكوناتها اللي هو اللق الكراث. راح أبلش أحط زيت زيتون، بصل أبيض ناعم. طبعا من أساسيات هذه الشوربة راسين ثوم مقصصته ناعم. راح أحط اللق، طبعا هما عودين كبار. طبعا الثوم ما راح تحسون طعم الشوربه انه لا حاطه ثوم وايد وكذي، لا، هي طعمها لذيذ لذيذ. وهذا اللق او الكراث راح تحصلونه في السوبر ماركت اللي هو المركز سلطان او لولو هايبر او في طلبات، تحصلونه في كل مكان. راح اضيف قفشه فلفل اسود ناعم، راح اضيف الملح هم قفشه، راح اضيف الروزماري، في منه الفريش وفي منه المجفف. خليته 10 دقائق يذبل وما يتغير لونه مع الثوم وهذا بدون اي اضافات، ما ضفت له ولا شيء. الحين راح احط فوقه البطاط، مقطعه بطاطتين، مرقه الخضار مكعبين مع ماي حار، واللي صحيين في بديل للماجي. هذا هو بعد ماي، هذا كوبين معياري. هذا الكوب الثاني. عقب ما طبخ البطاط مدة 10 دقائق راح اطحنهم بالبلندر. اخر شيء راح اضيف كريمة الطبخ نص علبة، وراح اضيف الجبن البارميزان الفريش، اضيف شوية قفشة جبن كرافت، ورشة بقدونس بالاخير. اخر شيء وقت النشاب زينوها بالتوست المحمص مع الزيت زيتون والأورجانيك. وعليكم بألف عافية، جربوها صدقوني لذيذة لذيذة، يم يمي.